بقول لك يا حاج. خير يا حماد. كنت محتاج اتكلم معاك في حوار كده. حوار طبعا. طب بص مبدئيا كده يا حماد عشان نبقى على نور يعني. انا مش داخل معاك مشاريع ومفيش خطوبه ولا في عربيه. شوف بقى لا انت لا عايز ولا ايه اي حاجه من وأنا الكلام ده. امال ايه؟ انا الصراحه عايز اقدم شرطه السنه دي. شرطه؟ شرطه ده يا حماد؟ شرطه؟ احنا هنقدم على شرطه كل هي ستار اكاديمي يا ابني. انا مش فاهم، انت كل ما تشتري نظاره شمس هتيجي تقول لي عايز ادخل شرطه؟ مش هينفع يا حماد، مش هينفع نروح لهم ما احنا رحنا لهم السنه اللي فاتت يا حماد. انت شايف طردونا. انا مش عايز افتح بقى في الكلام. ليه يعني؟ ما انا طلعت من هيئه السنه اللي فاتت. لا دي ما كانتش هيئه يا حماد، دي ما كانت، دي هيئه دي قلناها في الحاره هنا عشان كنت راجع اقرع وشكلك عره فقلنا لهم ده طالع هيئه وبتاع. لكن ما كانت ده سمات يا حماد اللي هي بعد ما سحبنا الملف بنص ساعه اصلا، اللي هو يعني واخد بالك. بلا هيئه عليا انا الكلام انا ده. بقول لك انا شايف نفسي في شرطه. لا في الاسم بقى قصدك. وانا كمان شايفك في الاسم لكن الكليه مش شايفاك. عشان تبقى عارف بس يعني شرطه ده يا حماد انت عليك لوحدك 3 محاضر واخد بالك. انت لو قدمت ورقك هيجوا ياخدوك دي طب وش صدقني يعني. المره دي لو ظبطت هنتدلع. نفس البق سمعته السنه اللي فاتت عماد وهتظبط معانا وبتاع. يا ابني انت كل طموحك في شرطه تفيم العربيه وتركب سرينه. انا ما شفتش واحد داخل شرطه عشان كده الصراحه يعني. انا مش عارف ايه الهبل اللي احنا فيه ده. شرطه يا حماده اللي تبقى اذا كان انا ابوك ومش قابلك انت متخيل؟ هو مين اللي بيرن الجرس كده دي بره الحيوان؟ لا استريح انت يا حاج، انا هشوف مين اللي بره ده. لا ولا حماد. يا حماد انت اللي معاك ده يا حماد. الله يحرقك، ده انت هتودينا في داهيه. انت خش يا حماد على عنبر على اوضتك جوه. خش يا حماد خش، ده انا اللي هطلب لك الشرطه باللي معاك ده. استغفر الله العظيم يا رب، ده بتاع عامل في ايه دي؟